الاهلي بيخسر قدام صن داونز 1-0 على ملعبه وقدام جماهيره، وحاجه بصراحه يعني صعبه جدا والواحد اتخنق. انا مش عارف انت بتعمل ايه يا موسيماني. انت بتخرف. انت يعني ده وقت تخريف، ما اعرفش انت ليه دايما انت بتلعب بثلاثه في نص الملعب ليه. انا بس حابب اعلق على الماتش سريعا كده، لان انا مستغرب جدا من ان الاهلي نازل مغلوب. انت نازل مغلوب الماتش اساسا. انت الاهلي موسيماني منزل الاهلي نازل خسران، يعني بطريقه، سيبك بقى من الاستهتار واللي حصل، ماشي هنتكلم في ده، لكن يعني ايه موسيماني انت بتنزل في ماتش زي ده ليه ثلاثه في نص الملعب ليه؟ ليه انت على ارضك وسط جمهورك بتنزل ليه ثلاثه نص ملعب؟ انت مش محتاج ثلاثه نص ملعب، وليه بتقعد قفشه؟ يعني بعد ما انت عامل ماتش قدام مصر المقاصه، وعامل مباراه كبيره، وعامل يعني ماتش عالمي، ميكيسوني اللاعب بقى 100 100، تخسره ليه النهارده؟ تخسر قفشه ليه النهارده؟ لما نزل غير المباراه، انت ليه بتقعده؟ انت ليه منزله متاخر؟ انا مش عارف انت ليه يا موسيماني، في حاجات بصراحه الواحد بيحييك وبيقول على حاجات ماشي، لكن لما تغلط الواحد لازم يتكلم. انت النهارده انت عصبتنا. انت عصبتنا النهارده اللعيبه، انت نازل المباراه. طاهر محمد طاهر اللي انت بعده بقالك كام ماتش، ليه بتنزله لي النهارده ليه؟ ليه يعني؟ يا اخي خليه بديل، لكن ما تنزلوش من اول المباراه. يعني انا في حاجه كمان، حاسس ان انت بتخرف في مطوشه غريبه يعني. يعني ايه انت النهارده نازل المباراه بثلاثه في نص الملعب؟ حمدي فتحي وديانج والسوليه مش محتاجهم. يعني مش محتاجهم، يعني انت كنت ممكن تقعد حمدي فتحي وتنزل قفشه وتلعب ب 4 3 3 عادي. قفشه يبقى متطرف شويه مش مشكله، لكن واحمد عبد القادر النهارده بيلعب مع نفسه، عامل كام كوره، بس انا مش هستفاد حاجه من انه عمال يمرقص ويروح ويجي. يعني انا مستغرب اللعيبه بتستهتر ليه، انا مش فاهم. وتيجي بقى اللعيبه في اخر المباراه بالتخريف اللي احنا بنشوفه ده، تيجي لما صلحت تغييراتك نزلت حسين الشحات اللي هو كان لاعب ماتش كويس جدا برضه. يعني بعد ما غيرت تغييراتك اللي انت نهيت المباراه بيها، اللي كانت بدايتها في ماتش المقصه، نهيت المباراه بيها، الاهلي فرق. الاهلي، وبعدين الاهلي بصراحه يستحق يخسر يا جماعه. الاهلي لازم اللي يضيع يستقبل. اللي يضيع النهارده يستقبل. النهارده الاهلي يعني سان داونز راح عليك بكره واحده جابها جول. النهارده سان داونز بيحط عليك كوره واحده، كوره واحده راح بيها على الاهلي جابها جول. انا مش عارف ليه احنا ايه تضييع الفرص الغريب ده؟ ليه انت بتضيع الفرص بالطريقه دي؟ واستهتار غير عادي من اللعيبه، استهتار غير عادي. قفشه الكوره الجون فاضي قدامه ويشوطها، حبك يشوطها في جسم الله ليه؟ يعني ما فيش اي حتى يعني اتقن اللعبه، اتقنها يا اخي. انا مش عارف حرقه الدم دي ليه كده. النهارده بجد يوم مقرف على كل الاهلاويه، بسبب ان انت الماتش مش صعب. المباراه النهارده كانت سهله جدا في ايدك انك تكسبها. سان داونز النهارده ما عملش ماتش عليك اللي هو يعني مش هو سان داونز اللي احنا نعرفه، واحنا عارفين انه مستواه مش حلو. انت النهارده تخسر 1-0 على ملعبك في الدقيقه 85 ولا تتنتج جول من هجمه واحده؟ ليه؟ ليه محمد عبد المنعم اللي غايب بقاله كتير انت النهارده تلعبه على حساب رامي ربيعه؟ ماشي، بس ليه برضه؟ ما تكمل باللعيب لحد ما يشد حيله في ماتش زي ده، ليه تلعبهم؟ يعني انا مستغرب انك انت نازل باحمد عبد القادر وطاهر. طب ما كان ميكيسوني، هنقول قعد ميكيسوني ماشي، لكن تقعد قفشه ليه؟ ليه مقعد قفشه على الدكه في عز ما هو عامل لك ماتش اللي فات، نزل في اخر ربع ساعه غير المباراه. انا مستغرب من انك انت نازل مغلوب من التشكيل اولا. ثانيا الاستهتار اللعيبه، دي حاجه واضحه جدا. اللعيبه نازله مستهتره، اللعيبه نازله النهارده بيهزروا. كوره واثنين وثلاثه على الجون وتضييع فرص. الجون النهارده بتاع سان داونز والدفاع بيقولوا لك حط جون فيه. يعني انت الجون غلط بدل الغلطه اتنين وتلاته وانت ما استغلتهاش. غلط بدل الغلطه اتنين وتلاته وانت ما استغلتهاش. الدفاع النهارده عمال يخبط وانت برضه ما استغلتوش. اللعيبه بتروح وعماله معرفش بيلف حوالين نفسهم ليه. انت ما رحتش بكوره واحده منظمه. ما رحتش بكوره واحده النهارده اقول لك ان دي هجمه منظمه كده. مفيش، اللهم اذا يعني بيرس تاو لما نزل هو اللي لعب وغير الماتش شويه كمان وزاد قدام. زاد وخلى خد الدفاع بتاع سان داونز اللي كان ضاغط عليك، خلاص رجعه ورا. بس ليه؟ انا عارف حرقه الدم اللي احنا نخسر في اخر 5 دقايق.
اخر 5 دقايق تلعبك النهارده. انت طالع، هتطلع ايه اخر المجموعه؟ يعني يبقى الهلال تحت وانت التالت. ليه يعني انت عندك نقطه واحده من ماتشين، نقطه واحده من ماتشين، والغريب ان انت تتغلب على ارضك من سان داونز تاني بكره ملهاش اي لازمه. الشناوي واقف ماشي مش سرحان ولا حاجه، هي صعبه الكوره عليه في الزاويه الضيقه، بس برضه يعني مفيش ضغط ليه في الدقايق الاخيره دي ما بنركزش؟ انت عايز تجيب جون قدامه بس ما انا ما يخشش فيا جون، انا ما يخشش فيا جون في الدقيقه 85. يعني انت حسام حسن نزل خد شويه هجمات، انت منزله في الدقيقه 89، منزله في الدقيقه 89 يعمل ايه؟ يعني انا بس عايز اسال موسيماني فين دماغك؟ انت منزل حسام حسن ينزل في الدقيقه 89. طب ده هيلحق يعمل ايه؟ ومع ذلك الواد يا عيني نزل عمل والله العظيم كورتين، يعني كانوا خلاص، ده كفايه الكره اللي دي كانت خلاص، لولا الجون طلعها بطريقه غريبه. هي هو النهارده حظ الاهلي زفت، ماشي، حظ الاهلي النهارده زي الزفت، والكره مش معانا. هو واضح ان كمان المصري كلها، يعني الفرق المصريه، والزمالك اتغلب 3-1 من الوداد. يعني انا مش عارف في ايه، اذا كان الزمالك يتغلب 3-1 فالزمالك هو عمال ايه؟ يعني ماشي، دي نتائج طبيعيه، كنا متوقعين ان الزمالك يخسر، لكن الاهلي ما حدش توقع النهارده انه يخسر، ما حدش توقع النادي الاهلي النهارده انه يخسر، وكمان في الدقيقه الاخيره وتخسر على ارضك وسط جمهورك. طب انت هتروح هناك تعمل ايه؟ النادي الاهلي ما بيفرقش معاه على ارضه ولا بره ارضه، بس ليه انت ما استغلتش النهارده 3 بونت؟ كنت بزمانك 4 النهارده. المريخ اول المجموعه بقى قبل الماتش بفوزه اللي فازوا على الهلال. دلوقتي سان داونز النهارده عنده 7 بونت، عنده 7 بونت، وانت عندك نقطه واحده. اه متأجل لك ماتش، بس انت حتى لو كسبت الماتش اللي متأجل لك ده هتبقى 4 بونت، 4 بونت، والمريخ 4 بونت، يبقى انت زيك زي المريخ. اه في لسه في حسابات تانية، بس انت ليه تدخل نفسك في الحسابات دي يا موسيماني؟ ليه الاهلي يدخل نفسه في حسابات بقى ايه، ورقة وقلم ونقعد نحسبها؟ ما كانت الموضوع سهل النهارده، الماتش النهارده كان يخلص كورة واحدة منظمة. انا بصراحة مستغرب. النهارده اللعيبه لازم ننتقدها، اللعيبه النهارده مستهتره، اللعيبه كان واضح ان هي بتضيع، اللعيبه ان هي النهارده فرص بالجمله عماله تضيع منهم، من سان داونز نفسهم هم اللي بيدوك فرص. انت ما حققتش، ما عملتش فرصه واحده، انت ما عملتش فرصه واحده، وانا بقولها صريحه. النهارده الاهلي ما عملش اي حاجه، النهارده الاهلي ما راحش على الجون بطريقه تكتيك معين ولا بجمله. ما فيش غير حسين الشحات وبيرستاو وقفشه، هم دول اللي راحوا، وحسام حسن لما نزلوا غيروا الماتش. انما من بدايه المباراه انت متاخر في التغييرات قوي. انا مش عارف اقول لك ايه بصراحه. عموما هارد لك، نتمنى التوفيق في اللي جاي، نركز في اللي جاي يا جماعه، لان كده البطوله بتروح. ال11 يا اهلي، ال11 يا اهلي. يا ريت ما تنساش بقى، عشان انا دمي محروق ومش ناقص، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه لو انت لسه مش مشترك. انتش اللايك يا اخي، وما تخليك بقى ايه يعني جدع وكويس، عشان كفايه حرق الدم مش هيبقى كده وكده. انتش اللايك وخليك كويس، واشترك في القناه لو انت لسه مش مشترك. هشوفكم على خير ان شاء الله، والتوفيق في اللي جاي باذن الله. سلام.